تصريح خطير من مدرب المنتخب الزامبي موز شيشون بعد مباراة المغرب وزامبيا يصدم الملايين. انظر ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت سعيد وفخور بالمنتخب المغربي فاضغط إعجابا للفيديو، ولا تنسى أن تعطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. فقد دخل على الخط مدرب زامبيا وأدلى بتصريحات لموقع أفريقيا سبورت، تصريحات وصفت بالخطيرة لأنها جاءت صريحة مباشرة ومن قلب الحدث بعد مواجهة جديدة أمام منتخب لا يترك مجالا كبيرا للتأويل، المنتخب المغربي. المدرب الزامبي موزيس شيشون لم يحاول تبرير الخسارة، ولم يختبئ خلف الأعذار التحكيمية أو لضغط الجماهير، بل اختار طريقا آخر: الاعتراف. قال شيشون إن المغرب لعب بشخصية البطل، ليس فقط لأنه فاز، بل فرض أسلوبه منذ الدقائق الأولى: تنظيم تكتيكي واضح، انتقال سريع بين الخطوط، وانضباط جماعي جعل المنتخب الزامبي يطارد الكرة أكثر مما يلعب بها. وأكد أن ما واجهه فريقه في هذه المباراة زفس السيناريو الذي تكرر سابقا، خاصة في تصفيات كأس العالم 2026 حين خسروا أمام المغرب بنتيجة 2-1 في لقاء احتضنه أجادير يوم 7 يونيو 2024. في تلك المباراة، يضيف شيشون، دخل المغرب بقوة وسجل هدفا مبكرا أربك الحسابات، ثم عاد ليحسم المواجهة رغم محاولة زامبيا تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة. بالنسبة له ليس تفوقا لحظيا، بل نتيجة عمل طويل واستقرار فني واضح. وأشار إلى أن المغرب يملك اللاعبين يعرفون متى يضغطون ومتى يهدئون الإيقاع، وهي علامة الفرق الكبيرة. اللافت في تصريحاته أنه ربط هذه الخسارة بمواجهات سابقة، منها لقاء كأس الأمم الإفريقية 2023 حين فاز المغرب بهدف نظيف، معتبرا أن السيناريو واحد: صبر، تركيز، وضربة في الوقت المناسب. كما لم يخفي إعجابه بقدرة المغرب على الفوز حتى في البطولات القارية للمحليين، كما حدث في بطولة CAN، مؤكدا أن العمق البشري للمنتخب المغربي أصبح مصدر قلق حقيقي لمنافسيه. بهذه الكلمات لم يمدح مدرب زامبيا خصما فحسب، بل أرسل رسالة واضحة لبقية منتخبات إفريقيا: المغرب لم يعد منتخب لحظة، بل مشروع بطل يعرف كيف ينتصر حتى عندما لا يكون في أفضل أيامه. لم يتوقف مدرب زامبيا عند حدود التحليل الفني، بل فتح نافذة أوسع على ما وصفه بالتجربة المغربية المتكاملة، تجربة جعلته على حد تعبيره يشعر أن كرة القدم هنا ليست مجرد مباراة، بل منظومة كاملة تعمل بانسجام لافت. بدأ حديثه باللاعبين، وقال إن ما يميز لاعبي المغرب ليس فقط المهارة الفردية، بل العقلية. لاعبون يلعبون بثقة، لا يتوترون تحت الضغط، يعرفون كيف يديرون المباراة وكيف يحسمونها في اللحظة المناسبة. وأضاف أن دكة البدلاء لا تقل قوة عن التشكيلة الأساسية، وهو أمر نادر في الكرة الإفريقية، ويمنح المنتخب أفضلية نفسية قبل أن تكون فنية. ثم انتقل للحديث عن الجمهور، وهنا تغيرت نبرة صوته. قال إن الجمهور المغربي لا يشجع فحسب، بل يفهم كرة القدم، يضغط مع الفريق، يهدأ حين يحتاج اللاعبون للتركيز، ويصنع أجواء تجعل الخصم يشعر أنه لا يلعب خارج الحسابات. وأكد أن هذا الدعم الذكي يمنح اللاعبين طاقة إضافية دون أن يتحول إلى عبء عليهم. أما الملاعب فكانت حسب وصفه مفاجأة حقيقية: بنية تحتية حديثة، أرضيات ممتازة، تنظيم دقيق، وكل التفاصيل الصغيرة التي تصنع الفارق في البطولات الكبيرة. وأضاف بابتسامة أن حتى الأمور خارج الملعب كانت مبهرة، من حسن الاستقبال إلى التنظيم اللوجستي. ولم ينسى الحديث عن الأكل المغربي، قائلا إن التجربة كانت غنية بكل معنى الكلمة: أكلات تقليدية، جودة عالية، وكرم ضيافة يعكس ثقافة بلد يعرف كيف يستقبل ضيوفه. وختم حديثه بالإشادة بالجامعة المغربية، معتبرها أنها تقف خلف هذا النجاح برؤية واضحة واستثمار طويل المدى، جعل المغرب اليوم نموذجا يحتذى به في إفريقيا، ليس فقط في النتائج، بل في الطريقة التي تبنى بها كرة القدم من الأساس.
أنا أتابع المغرب منذ سنوات طويلة، ولاحظت تحولا كبيرا في طريقة بناء الفريق. لم يعد يعتمد فقط على المواهب الفردية، على لاعب يقرر المباراة بمفرده أو لحظة عبقرية هنا وهناك. اليوم المغرب أصبح منظومة متكاملة، لكل لاعب دوره، لكل تمريرة هدف، لكل خطة تفاصيل دقيقة. ما يذهلني حقا هو الهوية الواضحة للفريق، يعرف ماذا يريد من الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية. لقد شاهدت مبارياتهم الماضية، لا سيما تصفيات كأس العالم وتشان، ووجدت أن المغرب يتمتع باستمرارية وثبات لم أعهده في الفرق الإفريقية الأخرى. حتى أمام خصومه أنفسهم مثل زامبيا يظهرون نفس الانضباط ونفس القدرة على التحكم بالإيقاع. هذا الاستقرار الفني لا يأتي صدفة، بل نتيجة عمل طويل، إعداد جيد، وإدارة مدروسة لكل شيء. اللاعبون يتنقلون بين الخطوط بسلاسة، يعرفون متى يضغطون ومتى يهدئون اللعب، ويعرفون كيف يحسمون المواجهات في اللحظات الحاسمة. بالنسبة لي، هذا الفريق لم يعد منتخب لحظة، بل مشروع بطل حقيقي. كل مباراة ضدهم تجربة تعليمية للخصم، وأعتقد أن أي منتخب يواجه المغرب اليوم يحتاج أكثر من مجرد خطة تكتيكية، بل فهم كيفية التعامل مع عقلية الفريق كاملة. أعرف أن زامبيا واجهت المغرب عدة مرات في السنوات الأخيرة، وكل مباراة كانت تحمل نفس النتيجة تقريبا. في تصفيات كأس العالم وفي كأس الأمم الإفريقية وحتى في بطولة تشان، المغرب يفرض نفسه ويخرج منتصرا. بعد عدة مواجهات بدأت أشعر أن هناك عقدة نفسية حقيقية تجاه المغرب. هذه ليست مجرد خسارة، بل شعور بالضغط النفسي قبل المباراة نفسها. اللاعبون يعرفون أن أي خطأ صغير قد يكلفهم، وهذا الوعي يغير طريقة لعبهم ويجعلهم أكثر توترا. المغرب استغل هذا بذكاء، ليس فقط بالمهارة، بل بالاستمرارية والانضباط، وهذا ما يجعل مواجهته أمام زامبيا دائما صعبة مهما كانت الظروف. لقد أصبحنا مواجهتهم درسا لنا في التحضير الذهني والجسدي. التفوق المغربي لم يعد صدفة، بل نتيجة تراكمية، فهم يعرفون كيف يحولون أي مواجهة إلى فرصة لإثبات الهيمنة. كل مباراة تكرر هذا السيناريو، وكل انتصار يترك أثرا نفسيا على الخصم، يجعلنا نعود إلى الملعب ونحن نحمل عبء توقعات سابقة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم بارك في المنتخب المغربي، ووفق لاعبيه وجهازه الفني، واحفظهم من كل سوء وإصابة. اللهم اجعل هذا التتويج فرحة دائمة في قلوب المغاربة، واجعله بداية لمزيد من النجاحات والبطولات. اللهم من فرح شعب المغرب اليوم ففرحه، ومن تعب واجتهد فاجزيه خير الجزاء، ومن دعا بصدق فاستجب له. اللهم وحد قلوب المغاربة، واحفظ وطنهم آمنا مطمئنا، وارفع رايته عاليا بين الأمم. اللهم كما أفرحتنا بكأس العرب، فأفرحنا بإنجازات أكبر في قادم البطولات، واجعل أسود الأطلس دائما في القمة. ولا تنسوا دعم المنتخب المغربي. اعملوا لايك للفيديو، واشتركوا في القناة، واكتبوا في التعليقات بكل فخر: ديما مغرب.